فيه معي مسحوب سويت أنا يوم دخلت وأنا مجهول، وقصيدة في صحيبتي لهمة أبدي لكم مسحوب منها. دخلت في خرابة في جعش، في جعش طيب وادخل ايه هربت 9 ليالي بأيامها ولا جي عرب ولا وادخل انا ويا خوي اللي قال لي وندخل في الخرابة وهي عليها غبرة طين ونرقد ما درنا وش احنا رقدنا فيه. والصبح اصبح وين وجه خوي يقول ذا سكني خرج علي من المقبرة. قلت وين ملامحه تشابه علي؟ قلت انت علي؟ قال لي والله علي. قال الخير وش وجهك كذا؟ قال والله انا اقول لك شايف وجهك. واحد ما يشوف وجه الثاني. اي ما يشوف وجه الثاني. فتأثرت انا يعني من ذا القصة ودي صحيبتي ذا شافتني وانا ابدا الشكل. واسوي قصيدة ابى اسحب لكم منها 4 ولا حول. لا طول اللي يعجبك اللي يعجبك فيها ويا ابو محمد صاحبي ما سكن في جاش ولا في الدواسر طرقة الهضم ما جاش ولي فيك ولي ساق بالسهم من الأرماش وصوب فوادي من عيانه وسواه. ألا ليتني صقر اللي يقرأ على الأرياش علشان أشوف حبيبي من على جواها. أنا لا ذكرته كان فصل الصميم مقشاش. أنا حن الذود والحوم يحداها ومن ديرة الجدعان كم من ولد مدغاش وربعي حماة الحد لتردع عداها ما لكم زود. وجودي لهم وجد المفلس يريد الكاش وجود المهرب لبعد الليل مسراها على جيب شخالات تقرب المطراش على هالسنافي لبعد الخط زلواها يلزها بثالث في المساري وفي المقباش وكم دير تنفخات شكمانها عداها. ألا يا علي جر البياضة فداك اللاش وجر القلم واكتب النبيات وقراها. ألا يا إلهي كافل الطير في العشاش تسمح دروبا للنشامة وترعاها وكم ليل تنبرد وكم ليل تنبفرعش وكم ليل تمرها وكم ليل محلاها. نعاصر زمان خايبة في الدهر معاش ولا هم من يمشي على الرجل عناها وكم من سنافي لعتش الليل ما ينداش ويمشي دليله للنشامة ويجراها إلا ظروف الوقت ما جيت خلف